شرقاوي مصر مستنيك من العصر. الشرقاوي فتح فرع جديد في المنوفيه في شبين الكوم شارع باريس جنب توكيل اديداس، وبالمناسبه ده بعد 3 فروع في القاهره وفرع في بنها. هنصلي على النبي كلنا وما ننساش اللايك والشير علشان اقدر استمر على خير. طبعا الشرقاوي معروف ومشهور بالكبده والمخ والجمبري والفيليه، واللي طريقه تحضيرهم بيكون في المحل قدام الكل. بعد ما بينضفوا الاصناف وبيجهزوها بينزلوا بيها في خلطه الدقيق والتوابل. بيكون في مكان لتحضير الكبده والمخ مع بعض ومكان للجمبري والفيليه علشان ما يدخلطوش على بعض وما يكونش فيه زفاره ولا لخبطه في الاكل. وكمان طاسات الزيت، واحده لتسويه وقلي الكبده والمخ والتانيه للجمبري والفيليه. والاهم طبعا ان الزيت يكون نظيف. الاكله الحرشه دي ناس كتير بتحبها، حاجه كده سريعه في نص اليوم او ممكن تبقى حلوه للعشاء. في الشرقاوي هنا بيعملوا السندوتشات والطلبات بالاوزان حسب الطلب، وده المنيو الحالي فيه كل الاسعار وكمان عناوين الفروع. نزلت اول حاجه سلطه الكبده الشهيره في الشرقاوي، والسلطه الخضراء والطحينه، وسلطه البتنجان والخيار، وميه السلطه اللي ما نقدرش نستغنى عنها في اي اكله حرشه. بعد كده جت الكبده والمخ والجمبري والفيليه. الجمبري هنا فيه 3 احجام، صغير ووسط وكبير، وبينا نسمي وندوق علشان الكلام يروق. بسم الله. واول حاجه اكتر صنف بحبه من الشرقاوي الكبده، وبعد كده المخ. ويا سلام بقى لما اركبهم مركب عيش كده مع بعض واعمل بيهم احلى ميكس حرش مع شويه الطحينه، واحلى مركب ولقمه متينه، عصره ليمون كده على ميه السلطه علشان نزحلق الكلام ونعلى بيه، وناخد المركب وننزل بيه في سلطه الكبده بالصلصه. ودي يا سندو معلقه سلطه علشان الدايت وكده. وندخل على عالم البحار بقى نشوف الجمبري والفيليه. مركب صغير كده ونعبي فيه الجمبري الصغير اللي لسه مولود ده، ونحط منه كتير علشان نحس بطعم الجمبري، وندلعه كده بنص بتنجان علشان الطعم يبقى روقان. ندخل بقى على الجمبري الوسط، مركب ونعبيه برده بس نقلل الكميه شويه عن الصغير، وندلع اللقمه بنص خيار مخلل مع غطس في الطحينه، وكده اللقمه بقت جميله. نيجي بقى للجمبري الكبير ونشوفه من جوه كده نلاقيه ابيض وجميل ونضيف زي قلوبكم كده، وده بقى واحدتين او 3 منه في اللقمه، مش هنحتاج نكتر منه لانه بيكون طعمه باين وحلو. واللقمه دي نضيف لها بتنجان وفلفل شطه، ودي احلى لقمه فيهم. عجبني الجمبري الكبير اكتر من الوسط والصغير. اخر حاجه بقى الفيليه، وده بيكون شبه الاستريبس في الشكل لكن الطعم سمك طبعا، وده انا بحبه جدا هنا في الشرقاوي اكتر من الجمبري. بس اكتر حاجه بحبها في الاصناف دي كلها الكبده والمخ، وبحب اعملهم ميكس كده مع بعض. وبس كده انبسطت هنا في الشرقاوي في فرعه الجديد في شبين الكوم، وهستنى بقى رايكم. اللي جرب الاكل من الشرقاوي يقول لنا رايه في تعليقات، واللي لسه ما جربش وناوي يجرب لما يجرب يقول لنا برده رايه. واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم. ومع السلامه يا غاليين، اشوفكم في فيديو قريب وجديد.